كيبدا الفيلم مع أندي هو ومرتو وبنتهم الصغيرة روزي، وهما راكبين في واحد الباطو في الواد، وعايشين حياتهم غير فوق هاد الباطو وما كيقربوش الأرض. علاش غنعرفو كلشي من بعد. كيشوف أندي جوج ديال الدراري وباهم وماماهم في جهة أخرى في الغابة، وفاش كيطلع أندي باش يسلم عليهم الأب ديالهم كيجبد السلاح باش يهددو وكيقول ليه بلا ما يفكر يقرب لجهتهم. أندي كيرجع للباطو ديالو وكيكمل طريقو في الماء، وفاش كيوصل الليل مرتو كتقول ليه بلي خاصهم ضروري يقلبوا على شي دار قريبة حيت الماكلة اللي عندهم قريبة تسالي، وقريب ما غادي يلقاو ما ياكلوا. عندي كيقول ليها بلي الطريق ديالهم خاصها تكون غير في جهة المنطقة العسكرية وما يخليوش الواد حتى يوصلوا ليها. وهما غاديين كيلقاو واحد الباطو مقلوب قريب منهم. عندي كيمشي ليه باش يقلب على شي ماكلة فيها، وكيجمع كاع داكشي اللي لقى في الباطو، وكيسمع شي صوت مورا الباب. كيسد وكيخرج بالزربة وكيرجع للباطو ديالو بلا ما يشوفو موت الصوت. كيعطي الماكلة لمرتو وكيقول ليها راه مشى للباطو المهجور، وكيطمنها بلي كان امين وما كان فيه حتى واحد باش ما تخلعش منه. كيخليها وكيدخل ينعس شويه. كتمشي للباطو وكتقلب فيه على شي حاجه تقدر تعاون بها اندي، ولكن وهي خارجه من الباطو كيجرها شي حاجه لداخل. وفاش كيفيق اندي من النعاس وكيلقى اثار ديال الدم في الارض وصل حتى للحمام. كيلقى مرتو معضوضه ورجليها كيسيلوا منها الدم. ومن بعد ما كيدير ليها الاسعاف الاوليه كيقول لها بلي خاصهم يتحركوا بالزربه الاقرب للسبيطار قبل ما يبداو الاعراض يبانوا عليها. كيخليو الباطو وكيبداو يتمشوا على رجليهم باش يوصلوا اقرب سبيطار على الخريطه. وفي بداية ديال الرحلة كيلقاو الناس محروقين قدامهم وكيخافوا بزاف، وكيلقاو واحد الطوموبيلة قدامهم والمفتاح ديالها طايحين تحت الطوموبيلة. عنديه كيلقى واحد البوديزه ديال ليسانس حداه وكيعمر بها الطوموبيله باش ما تخليوش اون بان في الطريق. كيركب بالزربه من بعد ما شاف واحد المصاب حداهم باش يهربوا منه، وكيضطروا يوقفوا الطوموبيله باش يبدلوا الروزي. وفجاه كي كتسخف وكطيح وكتبدا الاعراض تبان عليها. عندي كيحاول يعالجها باللي يقدر. من بعد كتفيق وهي جالسه في الطوموبيله وكتلقى بلاصات العده خارجه منها واحد الماده صفراء. وهنايا كتفهم باللي راها بدات كتحول. كطلب من أندي يوقف الطوموبيلة دابا ولا غادي تلوح راسها منها. كتنزل من الطوموبيلة حيت كتكون فاهمة باللي باقا ليها أقل من ساعة وتحول وتقدر تقتلهم بجوج، وهاد الشي غيشكل خطر عليهم بجوج إذا بقاو معاها في نفس الطوموبيلة. ولكن أندي كيبقى متشبت بها وكيركبها في الطوموبيلة بالزز، وكيقول ليها باللي راه قراب يوصلوا للسبيطار. وهما في الطريق أندي باغي يتفادى واحد المصاب واقف في وسط الطريق، ولكن كيدخل في واحد الشجرة. وفاش فاق من بعد ما فقد الوعي عندي كيتفاجأ كيشوف مرتو كيلقاها تحولات، وهو كيحاول يخرج بنتو من الطوموبيلة. مرتو كتحاول تعضو وفعلا كتعضو في ذراعو. كيخرج بنتو من الطوموبيلة وكيرجع لمرتو باش يهنيها من العذاب ديالها وكيقتلها. وكيبقى يغوت من كثرة الحزن حيت ضاعت منه مرتو. كيلبس في يديه واحد الساعة مضبوطة على 48 ساعة اللي هي نهاية الوقت اللي غادي يتحول فيه ظهرو، وعلى امل يوصلها للمنطقة العسكرية قبل ما يتحول. وكيلقى قدامه داك المصاب اللي كان السبب في الاول، ولكن كيلقاه مكتف. وكيلقى واحد البنت موراه وكطلب منه يخلي باها وما يقتلوش. البنت كتجرح يديها باش باها يمشي ورا الريحه ديال الدم ويبعد على اندي. اندي كيكمل الرحله ديالو في جهه المنطقه العسكريه. كيدخل عليه الليل وكيقلب على شي دار يتخبى فيها. كيختار واحد المدرسه وكيدخل ليها. تما كيلقى وحده سميتها ايتيا اللي كانت كتقري الدراري في ديك المدرسه، ورفضات تخليه واخا المرض انتشر. اندي كيفكر يخلي روز عند ايتيا باش تربيها، لكن اندي كيشوفها من بعيد باللي كتعاني من مرض السرطان وكيرجع في كلامه باش ما يخليش بنته معاها. كيخرج في الليل وكيشوف واحد القبيله شعلة العافيه وكيعيطوا على وحده سميتها تومي وما كيهتمش بيهم. وكيدخل باش يستعمل ماكينة الحلاقة اللي عطاتو مرتو، ولكن كيتشنج وكيبدا أول مرحلة التحول ديالو. وفاش كيفيق النهار الثاني وكيكون باقي ليه شي 32 ساعة على التحول النهائي قبل ما يتحرك، هي كتنصحو يقلب على واحد سميتو ويل وبنتو تومي ويلقاهم حيت يقدروا يربيو ليه بنتو من بعد ما يتحول هو. كيشكرها وكيكمل الرحلة ديالو في جهة المنطقة العسكرية. كيلقاو مصابين دافنين راسهم في التراب، وقبل ما واحد المصاب يهجم على اندي كيلقطو واحد الراجل متخبي في واحد الحفره وسط القراعي ديال الغاز. وهذا الشخص سميتو فيك كيطلب من اندي يعاونو ينقذو حيت القراعي طاحوا على رجلو وما قدرش يتحرك. كيعطيه مفاتيح ديال الطوموبيله باش يجر القراعي من فوق رجلو وينطلقوا. كيطلب منه يجي معاه للدار ديالو عند مرتو رانيا اللي كتسناه. اندي كيبقى صايك حتى كيوصلوا للدار ديالو. اندي كيتعرف على رانيا ولكن كيلقاها كتعاملو بطريقه غريبه بحال الا مخلوعه من شي حاجه.
كيخلي ليها روزي وكيتحرك مع فيك في واحد الرحلة ديال الصيد. فيك كيعلموه كيفاش يقنص على المصابين، كيضرب عليهم بالنار وهما مجموعين حدا واحد القفص حتى كيقتلهم. كيمشيو بجوج في جهة القفص. عندي كيلقى بلي فيك كيسرق المصابين اللي قتلهم. فيك كيقول ليه بلي فاش يختفي المرض غيولي غني وعنده بزاف ديال الفلوس. عندي كيلقى بلي فيك حابس هذيك البنت الصغيرة اللي سميتها تومي لداخل في القفص وكيستعملها كطعم، وزيد حابس واحد اخر باش يسرق المصابين من بعد ما يقتلهم. وكيرجعوا بجوج للدار ديال فيك. وفاش كيجي الليل عندي كيقرر يقتل راسو قبل ما يتحول حيطمن باللي بنتو غادي تربيها رانيا. ولكن قبل ما يدير هادشي كيلقى رانيا كتمنعو كتقول ليه باللي بنتو روزي ما يخليهاش معاهم حيت فيك ماشي راجلها، وهو اللي كان السبب في الموت ديال راجلها الحقيقي. اندي كيتفاجأ باللي فيك سمعهم وكيضربوه بالبندقية ديالو وكيطيح اندي مغمي عليه. وفاش كيفيق كيلقى راسو محبوس في القفص مع تومي. عندي كيدير واحد الخطة باش يقدر انه يخرج من القفص، وكينجحوا انهم يخرجوا من القفص وكيتحركوا في جهة الدار ديال فيك باش ياخد روزي ورانيا وينقذهم. وكيسرق عندي المفاتيح باش يقدر يحل بها السلسلة اللي رابطاهم وهما هاربين من الدار. فيك كيفيق وكيضرب عليهم بالنار. رانيا كتضحي براسها باش ما يقيسهمش الرصاص وكتقاص هي وكتموت. فيك كيتبعهم باش يقتلهم وكيحاولوا يتخبوا منه قبل ما يلقاهم. وكان صافيه قريب ليهم ولكن لحسن الحظ ما شافوهمش. تومي كتعطيه السوار باش يحل السلسلة اللي رابطهم بيها، وأعراض الإصابة ديال أندي بدات كتبان عليه وكيقرر أنه يرجع لطريق الواد باش يقلب على العائلة اللي شافها في الأول. وهما غاديين تومي كتلقى باها مات وتحط فوق الشجرة كنوع من التكريم حسب التقاليد ديال القبيلة ديالهم. كتقول بلي المهمة ديالها كانت تجيب الحكيم باش ينقذ باها ولكن تخطفات وتحبسات ودابا باها مات. عندي كيحاول يواسيها على فقدان باها ولكن هي كتعصب عليه وكتقول ليه بلي ما غاداش تمشي معاه وغادا تبقى مع باها. عندي كيكمل طريقه بوحدو وكيكون باقي ليه 9 ديال الساعات يتحول كامل. كيبدا يحفر في الارض بحال باقي المصابين حتى كيطيح مغمي عليه. وفاش كيفيق كيلقى تومي رجعت عنده باش تعاونو هو وبنته. وكيلقاو واحد الباطو مستاسيونو في جنب ديال الواد وكيتحركوا به. كيدوزو على الباطو اللي كان عايش فيه هو مرتو كيتفكرها وكيمشي في جهة العائلة اللي كان شافها في الجهة الأخرى ديال الواد باش يعطيهم بنتو يربيوها منين يموت. كيقلب على العائلة حتى كيلقى بلي الأب ديالهم كيحفر حفرة كبيرة ليهم كاملين حيت حتى هو تصاب وما مستعدش يخلي عائلته وراه. الأب كيجبد سلاح وكيطلب من أندي يقتلهم كاملين ولكن أندي كيرفض وكيمشي. وكيرجع عند تومي وكيسمع الصوت 4 ديال الرصاصات على قد العدد ديال أفراد العائلة. كيرجع أندي وكيشد السلاح من الأب وكيحطو على راسو وكيفكر نفس التفكير ديال الأب ولكن بنتو كتكون حداه والأول مرة كتنطق كلمة بابا. وكيقرر بلي غادي يقلب على القبيلة ديال تومي باش يعطيهم روزي يربيوها من بعد ما يتحول هو. وكيبقاو غاديين على الطريق ديال الدخان حتى كيدخلوا لواحد النفق. فيك كيكون واقف في النهاية ديال النفق كيقلب عليهم. عندي كيحاول يقتل فيك باش يقدروا يدوزوه من النفق وعندي كيتخبى ليه بين المصابين. فيك كيبدا يضرب في المصابين وكان غيضربو حتى هو ولكن كيهاجم عليه وكيبقاو يضربوا حتى فيك يقدر ياخد السلاح ديال اندي وكيضربوا باخر الرصاصه فيه وكتجي في الجنب ديال اندي. كيعاود ينوض وكيمشي في جهه بنتو اللي شاده فيك وكيطلبوا باش ما يقتلهاش حتى كيقدر ياخدها منه. كيمشي عند طومي باش يكملوا الرحله ديالهم مجموعين وكيخلي فيك مصاب في الارض والاعراض كتزاد عند اندي وكيبدا يتحول. كيخلي بنتو مع طومي وكيبعد عليهم باللي يقدر باش الا تمكنت منه الاعراض طومي تلقى كيفاش تهرب بنتو بعيده منه. حتى كتجي لاندي واحد الفكره كيهز بنتو وطومي على ظهره وكيخليه طومي تحط واحد الطرف ديال اللحم ديال الحيوان على عصا وتمدو قدام الراس ديال اندي من بعد ما يتحول باش فاش يتحول اندي يبقى غادي في جهات الريحه ديال الدم. وهكا طومي تقدر تتحكم في الاتجاه اللي غادي يمشي فيها. وعندي كيبقى غادي من بعد ما تحول كليا وهو هزهم على ظهره حتى كيوصلوا للمكان ديال القبيله ديال طومي. وطومي كتهبط فوق ظهره وقبل ما يرمي يقتل اندي طومي كتجبد من جيبها الريحه اللي كانت كديرها كي مرت اندي وكترشها قدامه باش يشمها لاخر مره. الحكيم كيقتل اندي باش يهنيه من العذاب واندي كيموت فعلا ولكن من بعد ما نجح يحقق اخر امنيه ديالو اللي هي يوصل بنته لشي حد يربيها ويحافظ عليها من بعد ما يموت. وهنا غنكون وصلنا لنهاية الفيلم. ما تنساوش اللايك والاشتراك والتعليق. شكرا على المشاهدة. نشوفكم في فيلم جديد.